لو في وضعك ادفع 10000 يورو وانزل اشوف امي. 10000 يورو تنزل تشوف امك؟ هو انت مفكر الواحد بيلاقي 10000 يورو تحت اللحاف؟ اول حاجه يا صاحبي، الناس اللي عماله تحكي وتقول لي ادفع فلوس، انت كل اللي همك فلوس مين يا عم؟ بس انا مستلم ورقه قريب، وانا راجل عندي 29 سنه، يعني فاضل لي سنه واحده واعدي السن القانوني وادفع الغرامه الاصليه. انا ادفع 5000 يورو دولار ازاي؟ هقول له بقى ابعت الفلوس اللي انا خدتها اللي انا بعتها لك يابا. وبعدين انا راجل متجوز ومعايا عيالي، يعني ال 5000 دولار ولا 6000 دولار وبدل فاضل لي 6 7 اشهر وانزل مصر ولا سنه، انا اولى بيهم. حتى ما قالت لي انت اولى بيهم انت وعيالك، اعمل بيهم حاجه لعيالي. فهن يعني عدى كتير ما عادش الا قليل. انا مستلم ورقه متاخر، انا مش مستلم ورقه متاخر كنت عملت زي ما الناس بتعمل زمان، بتدفع فلوس في الاسود والشمال وتخلص وتنزل وتشوف اهلها. بس انا حظي اللي انا استلمت ورقه متاخر. مفيش حد يعرف الحرقه اللي في قلب واحد. فالناس اللي طلعت تنكت وطلعت تحكي بلاش تيجوا على حته الام، بس حته الام والعيله يعني غلطوا فيها براحتكم، بس بلاش تيجوا على الحته دي.